غير لاعب الهلال الذي يلعب الآن للهلال والمنتخب، وترجع الكرة من جديد وتعود الآن في انطلاقة هلالية. هي فرصة هلالية موجودة الكرة والانطلاقة في منطقة وسط الملعب، ولكن الاستبسال والاستئساد يأتي من اللاعب حمزة. وهنا أيضا كذلك يدير الحوار اللاعب الأمين الياس ثم إلى عامر التاج، والانطلاقة أيضا كذلك من وسط الملعب والتقدم يأتي. هل سيأتي هدف الآن؟ هل سيأتي هدف الآن ليشعل هذه المباراة؟ ولكن بالتالي هنا أمامنا كرة من دون أدنى درجات العناوين من اللاعب عامر تاج الدين، وبالتالي تذهب الكرة إلى خارج أرضية الميدان. إذا الآن إذا أتى هدف، صدقوني مشاهدين الكرام، فإن كما ذكرت في الشوط الأول بأن الأشياء كلها ربما تتبدل وربما تتغير، لأن الهدف الذي سيأتي الآن يعني سيكون بمثابة عمل كبير، وتحس أن في شقل ولدينا كذلك هنا محاولة لمصلحة فريق هلال كادوغلي، لكنه لا يستفيد منها. ترجع تعود لفائدة الفريق الأبيض الأنيق الظريف، فريق المرقني كسلة، والانطلاقة والتمهيد والجماهير أيضا كذلك تتعامل مع اللاعبين يعني بمبدأ التشجيع، تشجع تؤاذر. ربما مروا عبر قناة جون أو عبر شاشة قناة جون. ترجع الكرة الآن في انطلاقة ملعوبة، ترجع الكرة وفيها ربما عملية تسديد من خارج المنطقة، ولكن التغطية والرقابة تأتي وتبادل الادوار. شوف يعني لاعبي فريق هلال كادوغلي متفاهمين الى حد بعيد. وهنا ايضا كذلك عمليه ان يحافظ على الكره، حافظ على الكره اللاعب حمزه الى ان وصلت الكره الى الحارس من وراءه وائل يوسف. يعني شوف بان لاعبي فريق هلال كادوغلي كما ذكرت حضرات المشاهدين الكرام بان هنالك تقفيل للمساحات، هنالك تعليمات واضحه من المايسترو بكري عبد الجليل بان لما سامي يخرج الى الكره